جمهور الزمالك كله غضبان من مجلس الاداره. تمام. لم يكن على دون المستوى او المطلوب او ما حققش المطلوب او يعني مش على قد طموحات الجماهير، وخصوصا يعني. ان جمهور الزمالك يعني او اكتر مجلس اداره جمهور الزمالك سانده هو المجلس الموجود. بالظبط. لكن لما تيجي تبص في كل ملف اشتغل فيه مجلس الاداره مفيش تخطيط، وده اللي مضايق ومزعل جمهور الزمالك. هم عندهم ديون وتراكمات غرامات كتيره، لكن انت برضو زودتها انت لا، والوعود ده كان في شويه وعود ساعه الانتخابات، ما اقولكش بدون ذكر اسماء، يعني الناس كلهم يعني اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. ونادي الزمالك نادي عريق جدا ويهمنا انه يبقى واقف على رجله، انما كان في وعود اغلبها ما تنفذش، والناس اتكلمت ان احنا عارفين المشاكل وهنحل كل حاجه. المشاكل بتتفاقم والزمالك بيدخل في ايقاف قيد جديد، لعيبه بتمشي، ما فيش تجديد للاعيبته، الصفقات مش واضحه. جبنا جروس مشينا جروس، جبنا بيسيرو مشينا بيسيرو، جبنا الرماء. طب ايه؟ طيب ما انا زي ما بقول لحضرتك، المشكله مش في المدير الفني، المشكله كانت من الاول. انت النهارده ما فيش خطط. المفروض انت مجلس اداره بتتولى اداره نادي في خطه قريبه وخطه بعيده المدى. انت مش واضح اي حاجه خالص لجمهور النادي الزمالك، كل حاجه تقريبا ماشيه بشبه عشوائيه. لما تيجي تتكلم مثلا عن ملف تجديد جوميز اللي هو كان مدرب ماشي كويس بعد الكونفدراليه بعد السوبر الافريقي، الراجل كان مرحب بالتجديد. انت فضلت سايبه لحد ما مشي. نفس القصه حصلت مع زيزو، نفس القصه حصلت كانت هتحصل مع فتوح. فانت دايما بتيجي متاخر. حتى تدعيم بالصفقات، انت جاي النهارده بتتكلم في تدعيم الصفقات. يعني انا كنت متوقع يوم 1/1 في بدايه السنه، اول ساعتين ثلاثه في بدايه السنه، كنت متوقع ان هيعلنوا عن صفقات جديده، 3-4 صفقات جديده في رص صفقات. لكن استنوا لحد الاخر، وبعد غضب الجماهير والسوشيال ميديا وغضب الجماهير في المدرجات بداوا تحس ان هم يفوقوا. لا احنا محتاجين. الدنيا مش احسن حاجه، الزمالك خرج من المنافسه تماما على الدوري. طبعا. المركز الثالث مضمون ولا لا؟ لا برضه في كلام.